سفاح نابل. قد نقف حائرين كثيرا أمام العديد من الجرائم التي نجد في تفاصيلها ما هو غريب وما هو مرعب، وقد نجد ما هو مثير للاشمئزاز أيضا عندما يتعلق الأمر بالأطفال هؤلاء الملائكة الذين لا حول لهم ولا قوة، ويغتال أحدهم براءتهم بكل قسوة دون مراعاة لبراءتهم وضعفهم. في أحد الأيام الصيفية وقف رجل على جانب الطريق يراقب المارة هنا وهناك، وهنا وقعت عينيه على طفلتين، إحداهما في 14 من عمرها والأخرى لم تتجاوز 10 سنوات، وتبعان التين الشوكي. هنا لمعت في رأسه أفكاره الشاذة، وقرر أن يختطف الطفلة الكبرى ليغتصبها ثم يقتلها. اقترب الرجل من الطفلتين وأخبر الفتاة الكبرى أن تأتي معه لمزرعته، حيث يحصد من مزرعته كميات ضخمة من التين الشوكي ولا يحتاج إليها، ويمكنهما أن تحصل عليه دون مقابل مادي. ولكن الفتاة الكبرى رفضت الذهاب معه، حيث يجب عليهما أن تبيعا كل ما لديهما من تين شوكي. وما أن انتهت الطفلتان حتى تعقبهما الرجل وذهب إليهما مرة أخرى عندما وصلتا إلى مكان ليس به مارة، وجلست الفتاة الكبرى على المقعد خلفه فوق دراجته النارية الحمراء التي تم التعرف عليه من خلالها فيما بعد. ولاحقتهم الفتاة الصغرى ركضا، فخشي أن يفتضح أمره فأخذها معه أيضا.